شو الأخبار يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايين نحكي عن توقعات الأحداث الحلقة 17 الجاية من مسلسل ليل، ويبدو إنه الجايات أقوى بكتير وفي مفاجآت ممكن تغير مسار القصة بالكامل. حسب اللي عم ينبان، التحقيقات مع نجم وباسم رح تتطول، والضغط عليهم رح يزيد بشكل واضح، خصوصي بموضوع مصدر الأموال وقصة السطو اللي صارت بنفس التوقيت. الواضح إنه في محاولة لتفريقهم عن بعض وجر كل واحد منهم ليعترف على التاني، مع فتح ملفات قديمة ومن بينها علاقة نجم ببنت السفير. وهون بلش نجم يشك إنه في خيانة كبيرة صارت من وراء الكواليس. نجم من جهته كل تفكيره يطلع بأي طريقة ليعرف مين اللي اعتدى على ورد، ويبدو إنه فكرة الانتقام مسيطرة عليه بشكل خطير، بس بنفس الوقت في مؤشرات إنه خروجه ما رح يكون سهل ويمكن يتأجل أكثر مما هو متوقع. أما ورد فواضح إنه حالتها النفسية رح تسوء أكثر بعد اللي تعرضت له، وذكريات الماضي رح ترجع تطاردها، خصوصي مع وجود أشخاص من حياتها القديمة بنفس المكان. احتمال كبير نشوف لحظات ضعف، بس بنفس الوقت شخصية ورد ممكن تفاجئنا بقوة غير متوقعة. نبيل رح يحاول يلم العيلة بعد ما خسروا كل إشي تقريباً، والأموال المصادرة رح تخليهم يعيشوا مرحلة جديدة كلها ضغط وخوف. اللجوء لبيت رانيا مو بس حل مؤقت، بل ممكن يفتح أبواب صراعات جديدة. العلاقة بين هيا وملاك رح تاخد منحى أعمق، وفي أسرار قديمة رح تنحكى، خاصة عن الطفولة والكوخ والبرد والذكريات، واللي ممكن تأثر كتير على قرارات ملاك الجاية. أما الخلاف بين نجم وباسم فواضح إنه رح يكبر، خصوصي بموضوع تصديق ورد وقصة نورس. المواجهة بينهم رح تكون حادة ويمكن توصل لقطيعة مؤقتة، بس بنفس الوقت رح تكشف حقائق كانوا كلهم هاربين منها. من جهة تانية، قصة بنت السفير رح تاخد مسار أخطر، والتصرفات اللي صارت ضدها رح تعمل أزمة كبيرة، خصوصي إذا انكشف مين اللي أعطى الأوامر فعلياً. هون الخطر الحقيقي إنه نجم لو عرف الحقيقة الانتقام رح يكون بلا حدود. دخول باسم على خط المواجهة المباشرة مع السفير بيعني إنه اللعبة صارت علنية وما عاد في شي مخبى. التوقعات بتشير إنه نورس بلش يشك إنه اللعبة عم تنكشف، ولهيك رجع مباشرة لعند السفير ليعرف شو عم يصير، خصوصي بعد خبر خروج نجم وباسم من السجن، وهون الخوف الحقيقي بلش. من جهة تانية، نجم رح يحاول يوصل للحقيقة بأي طريقة، وملف الكاميرات قدام الفندق رح يصير مفتاح أساسي بالقصة. حتى لو تم منعه رسمياً، في احتمال كبير إنه يوصل للتسجيلات بطرق ملتوية، واللي رح تكشف تفاصيل صادمة عن اللي صار مع ورد. اللي مكتوب بأقوال ورد رح يكسر نجم من جوا، خصوصي لما يتذكر كيف ما صدقها بالماضي. هالشعور بالذنب رح يحوله لشخص تاني، ويمكن يخليه يندفع للانتقام بدون أي حسابات. أما بيت رانيا فرح يتحول لساحة نفاق واضحة. تقديم الذهب والمجوهرات ما هو بس مساعدة، بل محاولة لإخفاء إسرار وخوف من انكشاف الحقيقة. والتصرفات المتوترة خصوصي من جنى بتدل إنه في شيء أكبر عم ينعمل من وراء الكواليس، واسم هشام رح يطلع أكثر من مرة بالفترة الجاية. ورد رح تكون تحت حماية مشددة، ونجم رح يمنعها من أي تحرك، بس الواضح أنه صراعها مع أبوها ما خلص، ويمكن نشوف مواجهة قوية بينهم رغم كل التحذيرات. الاجتماع بين نجم وباسم لبحث مين ورا اللي صار رح يفتح دائرة اتهامات واسعة، بس تركيز نجم على اسم هشام ما رح يكون من فراغ. التوقعات بتقول إنه المواجهة معه رح تكون عنيفة وسريعة. مشهد القهوة رح يكون نقطة تحول. الضغط، الخوف والاعترافات رح تطلع أسرع من ما متوقع، ومع أول اعتراف الخيط رح يوصل مباشرة لهشام. بس السؤال الأخطر، هل تصرف لوحده ولا كان في أوامر أعلى؟ اعتراف الناس عليه رح يخلي نجم ينفجر، وهروبه رح يشعل سباق مع الوقت. تفتيش بيت أهله ما رح يجيب نتيجة، لكن رح يزرع رعب حقيقي بالعائلة كلها. لو هشام انهار واعترف باسم هند، فهون القصة رح تدخل مرحلة جديدة تماماً، وصراع مباشر بين نجم وهند رح يكون unavoidable، وقد نشوف انتقام خارج السيطرة. والسؤال الكبير بالأخير، هل نجم رح يوقف عن استرجاع حق ورد، ولا رح يفتح باب دم ما رح ينسكر؟ الأحداث الجاية نارية، توتر، انتقام وانكشاف أقنعة، ومسلسل ليل داخل على أقوى مراحله.